بكوباية عسل واحدة بس هتعملي 65 قطعة من الكوكيز، الحجم الكبير مش الميني، ولو عملت الميني هيطلع معاكي كمية اكبر من كده بكتير جدا. وبمكونات بسيطة واحدة، كوباية عسل اسمر واحدة وبيضة واحدة فقط، هتعملي الكمية دي كلها وطعمه جميل جدا وريحته هتبقى قلب معاكي البيت كلته، وهتحطيه معاكي في اللانش بوكس لاولادك جميل، او تحطيه على الفطار تقدري تقدميه على الفطار وتفطري منه جميل جدا. تعالوا مع بعض نشوف ايه الخطوات والطريقة بأبسط حاجة خالص. يلا بينا نبدأ مع بعض. معانا اول حاجه هنا كوبايه من العسل الاسمر، دي كوبايه معياريه. اللي انا كنت معبيها 250 من العسل الاسمر. اي كوبايه عندك تقدري تاخدي بيها المعيار بتاعك، كوبايه شاي، كوبايه مثلا من اللي هي بتاعه العصير، اي كوبايه عندك تقدري. لو انت مش عندك كوبايه معياريه هتحطي كوبايه من العسل الاسمر باي كوبايه عندك، بس الكوبايه تستخدمها في كل المعايير بعد كده. كوبايه من العسل عليهم بيضه بدرجه حراره الغرفه، وعليها واحده من الفانيليا، وهتفضلي تقلبيهم مع بعض كويس جدا لحد كده ما الصفار كده يندمج مع العسل الاسمر. بعد كده ما تدمجي البيضة مع العسل الأسمر حلو جدا، تنزلي عليهم بنص كوباية من السمنة، أو سمنة على زيت أو زبدة. شوفي المادة الدهنية اللي عندك حابة تحطيها. أنا حاطة سمنة وعليهم معلقتين زيت يعني، بس كنت مكترة السمنة. طبعا ده اللي انتي يعني اللي يعجبك تقدري تعمليه وتستخدميه. اي مادة دهنية عندك نص كوباية منها تنزلي بيها على البيضة وكوباية العسل وتقلبهم مع بعض كويس جدا. تفضلي تقلبي كده لحد ما يندمجوا مع بعض كويس جدا، وما يكونش فيه اي حاجه يعني مكتله معاكي. تعملي بالمضرب اليدوي، ممكن تعمليها مثلا في الخلاط او بالمضرب الكهربي، بس هي معاكي شغاله معاكي بالمضرب اليدوي معاكي هتبقى سهله وبسيطه، لان انت مش مستخدمه سكر. فالعسل يعني مش محتاجه انك تدوبي السكر معاكي، فهيبقى المضرب اليدوي حلو معاكي وبسيط. هتنزلي عليه بثلاث كوبايات من الدقيق، بنفس الكوبايه اللي احنا خدنا منها معيار العسل الاسمر، واللي هي نص كوبايه السمنه. هتنزلي عليهم بعد كده بمعلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وبعد كده تبداي تقلبيهم مع بعض كويس جدا كده. تحاولي تدمجيهم مع بعض، وبعد كده تشيلي بقى ايه المعلقة وتبداي تدمجيهم بايدك بقى كويس. احنا مش هنعجن، احنا مينفعش نعجن، احنا بس عايزين بس ندمج الدقيق في قلب المكونات كلها مع بعضها كده، تندمجوا مع بعض كويس جدا وخلاص على كده، مش هنعجن. بس العجينة بتاعتنا عايزينها في الاخر تكون قوامها كده او ملمسها معاكي مش بتلزق معاكي ومش ناشفة معاكي. ان بقى عملتي العجينة ولقيتيها مثلا لسه بتلزق معاكي، هتعملي ايه؟ هتضيفي شوية دقيق بشوية دقيق وتلمي في العجينة لحد ما تلاقيها معاكي جميلة وحلوة. بصي طرية معانا، احنا عايزينها طرية، تعملي حتة كورة كده وتكوريها وتشوفيها كده مش بتشقق معاكي ولا حاجة، جميل. ان طلعت معاكي مثلا لا قدر الله مثلا نشفت معاكي وشققت، هتعملي ايه؟ هتنزلي شوية مثلا من المادة الدهنية، من السمنة أو الزيت بتاعك، وتدمجيها مع بعض برضو كويس جدا. لأن ساعات بتختلف يعني نوع دقيق من نوع دقيق التاني، ساعات في دقيق بيشرب السوائل على طول. فانتي ممكن تخلي الكوباية التالتة بتاعة الدقيق تنزلي بيها تدريجيا بالراحة، عشان لو يعني لو الدقيق بتاعك بيشرب ايه يعني السمنة والعسل بتوعك، فاهماني؟ هنجيب بقى دلوقتي نبدأ نشكل معانا الكوكيز. هتاخدي تكوري كده كورة في ايدك وتنزلي بقى على ايه؟ على الشوكولات الشيبس. هتجيبي شوكولات شيبس، لو مش عندك شوكولات شيبس ممكن تجيبي اللي هي شوكولاتة وتقطعيها مكعبات صغيرة جدا على قد ما تقدري، اللي هو تجيبي مكعب مثلا وتقطعيه مكعبات صغيرة، وتبدأي برضو ايه تحطيه على ايه تعملي بيه يعني ايه الكوكيز بتاعك. ممكن برضو لو انت عندك كمية كوكيز كتيرة يعني ممكن تاخدي شوية من الكوكيز تحطيه في قلب العجينة بتاعتك وتبداي تقلبيهم مع بعض وتدمجيهم مع بعض كويس جدا. هي سهله معاكي وبسيطه ومش بتاخد معاكي وقت خالص، وهتعملي منها كميه كبيره جدا. حجم الكوكيز ده بقى ايه بتاعك انت يعني، ممكن تعملي ميني ده هيعمل معاكي كميه كتيره جدا. يعني انا كنت عامله حجمها كبير، جبت معايا 65 واحده، كانت جميله وحلوه. لو صغرناه وكنا عملناه ميني هيقطع معاكي كتير. ممكن تعملي ميني حلو برضه عشان اللانش بوكس تحطي منه برضه في اللانش بوكس لاولادك، ويبقى كده حجمه كده كويس وحلو كده على قدهم يعني الاطفال بقى في المدرسه وكده او في الحضانه.
هنبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا كلها ونوزعها كده في صاجات. هتجيبي الصينية بتاعتك مش هتدهنيها أي مادة دهنية خالص، عندك ورق زبدة هتحطيه، ما عندكيش مفيش أي مشكلة، هتحطيها كده من غير ما تدهني الصينية أي مادة دهنية، لأن احنا عندنا مادة دهنية في الكوكيز بتاعنا، فهينزل مع يعني ما بتقلقيش يعني مش هيلزق معاكي في الصينية ولا أي حاجة. أنا عملت صينية حطيت فيها كوكيز يعني ورق زبدة، وصينية تانية وبقية الصواني مش دهنت فيها أي حاجة تانية، هتشوفوا معايا دلوقتي. هنشكل بقى العجينة بتاعتنا كلها، بس بتعملي حاجة نضيفة في البيت وجميلة وحلوة أحسن ما تشتريها من الفرن، أو مثلا تشتري بسكوت وحاجات اللي هي فيها مواد حافظة. جميلة جدا بجد، يعني جربي تعمليها كده في البيت لو انت لسه عمرك ما عملتيه في البيت، هتحبيه قوي وهتلاقي حاجة نضيفة معاكي وانت ضامنة المكونات في البيت وانت شغالة بإيدك بنفسك في البيت. جميلة جدا. المهم لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتيش عندي في القناة او تابعتيني، اتمنى من حضرتك تتابعيني وتشتركي عندي في القناة وتعملي لايك للفيديو، وخشي ادخلي خدي جولة عندي في صفحتي هتعجبك انا واثقة ومتأكدة. هنا بقى احباب الله حبوا يتدخلوا معانا وحبوا يساعدونا ويحطوا التاتش بتاعهم، فكان بيساعد معانا مش مشكلة، مفيش حاجة مفيش مشكلة برضه تخلي اولادك برضه يساعدوكي ويعملوا معاكي، يعني هيبقوا فرحانين جدا ويبقوا مبسوطين بالموضوع، بالذات ان هما يعني هتعتبر برضه حاجة حلوة ليهم هما اللي هياكلوها وكده، وطبعا احنا ناكل منها برضه. فيبقى الموضوع حلو ولطيف جدا. أنا كده عملت صينيتين وفاضل معايا، ما عادش عندي شوكولاتة شيبس كتير، فكان فاضل شوية صغيرين كده، خدتهم وحطيتهم في العجينة وهادمجهم مع بعض كويس جدًا، وهنبدأ أقول لكم هنعمل بيهم إيه دلوقتي. أنتِ بتولّعي الفرن مسبقًا، وبعد كده بتدخّليه الفرن على درجة حرارة 200، ومش بتولّعي عليه الشواية، بيبقى والع من تحت بس الفرن، يا دوبك كده بس تحسّي إن هو بدأ يعني ياخد معاكِ لون كده معاكِ من تحت، بتطلّعيه الفرن على طول، مش بتغطّيه بتسيبيه بقى، حتى لو كانت وشه من فوق تحسّيه مثلًا اللي هو لسه طري شوية والّا حاجة مش مشكلة، هتطلّعيه من الفرن، وهو يعني عشان أنتِ مش هتغطّيه مع الهوا هينشف معاكِ ويبقى جميل وحلو. أهم حاجة ما تولّعيش عليه الشواية يعني. المهم الحبّة اللي اتفضّوا معايا يعني ما عادش في شوكولاتة شيبس، حطينا عليهم شوية شوكولا صغيّرين، هنقلّبهم في بعض كويس وهنجيب بقى الصينية وهنبدأ نشكّلهم كده كِوَر ونبطّطه كده ونحطه كده في الصينية زي ما أنتم شايفين. هنخلّص الكمية بتاعتنا وهاقول لكم هنعملها إيه. أهم حاجة أحباب الله اللي بيساعدونا دُمّة و و بيساعدونا يخلّونا يعني ننجزوا بسرعة الكمية بتاعتنا. خلّصنا كده كمية البسكوت بتاعنا، إحنا هنعمله بسكوت. هتجيبي بقى إيه، لو عندِك بُصّي هاقول لِك على حاجة، يعني هتجيبي معلقة كده وتبدئي بيها تعملي بيها الشُرَط، ممكن تعملي حاجة تانية، ممكن تاخدي العجينة كلّها من غير ما تكوّريها وتعمليها بسكوت كده، تجيبي مثلًا كيس التلاجة وتفتحيها كده وتحطّي فيها الكمية وتقفلي عليها يعني تحطّي عليها طبقة الكيس التانية وتبطّطيها كلّها، وتجيبي مثلًا لو عندِك أشكال بقى اللي هي ديّة تقطّعي بيها. ممكن تقطّعي بيها يعني هي أشكال، اللي هي مثلًا قلب، دواير، حاجات كده، تقطّعيها أشكال كده وتحطّيها في الصينية وتقدّميها تبقى جميلة جدًا، تبقى عاملة معاكِ أشكال حلوة أوي للبسكوت. لو مش عندِك هتجيبي المعلقة كده وتعملي بقى فيها أي شكل تقدري تعمليه كده يعني، تعمليه كده تشكّليه كده، تعملي أي شكل كده بالمعلقة أو بأي حاجة تانية بالشوكة مثلًا، بأي حاجة منِّك كده. لمّا تدخّليها بقى الفرن تستوي يبقى شكلها حلو جدًا معاكِ. الصينية اللي كانت بتجهز معايا بادخّلها الفرن على طول تستوي معايا على طول صينية بصينية كده، لإن أنا عندي الفرن بتاعي يعني مش كبير أوي ولا أنا أقدر أسوّي فيه يعني الصواني مع بعض، أنا كنت الصينية اللي أجهّزها أدخّلها الفرن على ما أخلّص التانية أدخّلها. طلع معانا أهوّة حلو، بس ديّة عشان أنا كنت شغّالة في بقية الكمية، تعتبر مثلًا خدت منّي لون بسيط كده من تحت، بس مش مشكلة طعمها حلو وجميلة والله. بس باقي الصواني هنخلّي بالنا ونضبّط التسوية بتاعتها من تحت، عمومًا يعني ما تقلقيش لو خدت منِّك لون ما تقلقيش ما باظتش معاكِ، بس أهم حاجة تابعيها يعني، ممكن حابة تخلّصي الصواني بتاعتِك وكده وبعد كده تسويها بقى كلّاتهم مع بعض مرّة واحدة، تمام ما فيش مشكلة. بس أنا بقى كنت أجهّز الصينية وأدخّلها الفرن تاخد معانا لون. هتطلّعيها بقى من الفرن زي ما قُلت لِك كده مش هتغطّيها، كانت سخنة جدًا، تقدري تستني لمّا تبرد وبعد كده تبدئي بقى مثلًا ترصيها بقى في العلبة عندِك، في البونبونيرة، في أي حاجة عندِك هتحطيها فيها. بس أنا بقى عشان التصوير وكده، عشان أطلّع باقي الصواني من الفرن وأنا المكان عندي صغير يعني، فكنت شغّالة على طول وهو سخن كده، بس جميل معانا وحلو. الصينية طلعت معانا شايفين خدت معانا لون حلو وجميل، سخنة جدًا مش قادرة أمسكهم، بصوا واخدين معانا لون حلو، يعني تاني إحنا خلّينا بالنا من السوا بتاعتها، والبيكنج باودر أعطيها هشاشان بسيط كده وحلو، فاهمين؟ ما شاء الله جميلة معانا وحلوة، وخدتش وقت معانا بسرعة.
وحاجة جميلة ونضيفة في البيت، أنتِ عاملاها في البيت وضامنة نضافتها معاكِ. والبسكوت بتاعنا برضه طلع أهوّة، جميل برضه معانا وواخد معانا لون حلو وجميل وطعمه حلو. ممكن تقدري بقى تجيبي مثلًا لو عندِك صوص شوكولاتة، صوص كراميل، أي صوص عندِك تحطيه عليه وكده. كده بقى كل الكمية بتاعتنا جاهزت وخلصت، وجميلة ما شاء الله، واخدة لون حلو وطعمها جميلة جدًا، شايفين؟ والتسوية بتاعتها حلوة زي ما قُلت لِك، ضبّطي التسوية بتاعتها وخلّي بالِك منها، هي ما بتاخدش وقت معاكِ في الفرن خالص، هي تقريبًا 10 دقايق بتكون جاهزة معاكِ، مش بتاخد أكتر من كده وقت معاكِ في الفرن. اعملي بقى أي شكل بقى تقدري تعمليه بقى حلوة. بُصّي بقى برضه اللي هي برضه كام قطعة الكوكيز اللي هي الشوكليت شيبس اللي إحنا حطيناها برضه، هتبقى داخلة جوّه في قلب الحشوة بتاعتها، طعمها جميل. جرّبوا طريقتي وقولوا لي في التعليقات وفي الكومنتات إيه رأيكم فيها، وممكن تشاركيني بصور بتاعتكم تعملوه وتصوروا وتبعتوا لي في التعليقات، تنزّلوها لي في التعليقات. يالّا بينا بقى نجهّز كوبايتين شاي كده حلوين ونحط جنبهم طبق كوكيز بقى إيه، ونفطر بيهم. يالّا بينا. يالّا أسيبكم بقى وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، سلام عليكم.